السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة علشان بلدنا. معاكم في تاني حلقة من برنامج شباب حول الرسول خالد حسنين. زي ما حضراتكم عارفين فقرات برنامجنا 3 فقرات. الفقرة الأولى بنتكلم فيها عن خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ونشرح الخلق ده وبندي نماذج من حياة النبي على الخلق ده. الفقرة الثانية معانا نموذج من شباب الصحابة بنتكلم عنه وعن قصة حياته وعن مولده، عن جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الفقرة الثالثة بنشوف ايه هي الفوائد العملية او الاشياء اللي استفدناها من قصة الصحابي ده. لكن احنا مش عايزين نقول المفروض يتقال او المفروض يتعمل، لا احنا حابين نقول ايه هي الحاجات العملية اللي فعلا نقدر احنا كشباب نطبقها مع فرق الزمن. هم كانوا الصحابة وهم كانوا في عصور قديمة واحنا هنا في عصور جديدة. حلقة النهاردة هنتكلم في الفقرة الأولى منها عن حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ومع أهل بيته. لو حبينا ندقق شوية في اللفظ هنقول الرومانسية في التعامل تجاه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. خلونا نبدأ معاكم وأول فقرة من برنامجنا، لكن بعد الفاصل الصغير ده خليكم معانا. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة علشان بلدنا، ومكملين معاكم خالد حسنين وبرنامج شباب حول الرسول. اتفقنا قبل الفاصل إن احنا هنتكلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أو حسن خلق النبي في التعامل مع زوجاته مع أهل بيته. الرسول كان بيتعامل مع أهل بيته ومع زوجاته بمنتهى العطف والحنية والرقة والعدل. المواقف كتير على كده، متعددة جدا. يمكن أول موقف بيحضرني كان النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. كان لما يحب يشرب بياخد نفس الكاس اللي شربت فيه ويشرب من نفس المكان اللي شربت منه السيدة عائشة. يعني الموقف ده بيعبر عن الحب والجمال اللي كان بينهم. بيعبر على الأسلوب الغزلي اللطيف الرقيق اللي كان بيتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم واتجاه زوجاته. الموقف الثاني ممكن نقول موقف بيدل على الحب والانسجام، انه كان مع السيدة عائشة رضي الله عنها كان بيتسابق معاها وما يصحب هذا التسابق من ضحك وهزار. طيب أنا عايز أسأل سؤال صغير لأعزائي المستمعين. ممكن نحط نفسنا في الموقف ده. لو انت قاعد في البيت مثلا وعندك اصحابك، والمفروض انك طلبت من زوجتك انها تجهز لك اكل، اتأخرت هي في تجهيز الاكل، فانت طلبت ديليفري مثلا من بره، فدخلت عليك بالاكل بصينية الاكل، لقيتك قاعد انت واصحابك بتاكلوا. زوجتك جت رمية الاكل في وشك وزعقت لك قدامهم وخرجت. انت ممكن يكون التعامل بتاعك ايه معاها بعد كده؟ نفس الموقف حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة المفروض انه عزمهم على الغداء في بيت السيدة عائشة، فتأخرت السيدة عائشة في اعداد الطعام، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيحضر الطعام من بيت احد زوجاته. ولما انتهت السيدة عائشة من اعداد الطعام ذهبت لتقدم الطعام للرسول صلى الله عليه وسلم، لقيته هو والصحابة بياكلوا، فرمت وعاء الاكل امام الرسول صلى الله عليه وسلم وامام الصحابة تعبيرا على الزعل. ممكن هنا نشوف ازاي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الموقف. الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك وقال للصحابة بمنتهى الهدوء: غضبت أمكم. يا الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قدر يتعامل مع الموقف بمنتهى الحلم والأناة. أنا بتهيألي لو حد فينا في الوقت ده في نفس الموقف اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عمله، كان أقل حاجة تعامل مع الموقف بشدة أو بزعل أو بغضب، وما كانش عداه بالسهولة دي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان معود أهله أنه دايما بيكون في خدمتهم، كان بيخيط ثوبه، كان بيصلح نعله. يعني تخيل انت فرحة الزوجة لما تكون هي تعبانة أو مريضة ويجي زوجها هو اللي يخدمها بنفسه ويعد لها الطعام ويأكلها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم برضو ما بيتكسفش أو ما بيتحركش أنه يذكر حبه لزوجاته أمام الصحابة. لما سألوا أحد الصحابة: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فيجيب الرسول صلى الله عليه وسلم: السيدة عائشة. فتخيل كم هي سعادة السيدة عائشة لما تعرف مثلا من بره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها كده. كذلك من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان بيتزين ويتطيب لأهل بيته، وده فيه الكثير من الرومانسية والكثير من الاتيكيت. واللي يلفت انتباه الرومانسيين أنه كان عليه الصلاة والسلام بيجعل زوجته السيدة عائشة تمشط وتسرح له شعره. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بياخد زوجاته في جلسات هدوء واستئناس، كان بيخرج معاهم في أماكن هادية فيها هواء، فيها السماء بتبقى زهرة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم دايما معتاد انه
يقبل زوجاته قبل خروجه من المنزل. هي مش قبلة فيها شهوة أو كده، ولكن هي قبلة بتبقى على الرأس تعبير عن عن الاحترام والحب. معانا آخر موقف لما الرسول صلى الله عليه وسلم أتته المنية وكان في المرض الأخير، كان حاطط راسه على حجر السيدة عائشة، وقبل ما تخرج روحه بلحظات بيسأل السيدة عائشة ويطلب منها إنها تضع السواك في فمها وتستاك، وبعدها الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ المسواك منها ويضعه في فمه ويستاك، وبعديها تخرج روحه للمولى عز وجل. يعني حتى قبل ما يموت بلحظات فضل حريص على انه يعبر لزوجاته عن حبه وعن احترامه الشديد ليهم. ده طبعا القليل من كتير جدا من المواقف في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن هنا بتنتهي أول فقرة من فقرات برنامجنا، ومعانا دلوقتي مع شخصية النهاردة وهو العالم الشاب القاضي الحكيم هو سيدنا. طب خلونا ناخد فاصل ونرجع نكمل معاكم، استنونا. ورجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة علشان بلدنا، ومكملين معاكم خالد حسنين وبرنامج شباب حول الرسول. اتفقنا قبل الفاصل إن احنا معانا قصة حياة سيدنا معاذ بن جبل. هو العالم الشاب القاضي الحكيم. كان سيدنا معاذ بن جبل من شباب الأنصار من قبيلة الخزرج. نشأ وشب على الفتوة، ووصفه أحد الصحابة بمقولة مشهورة بتقول إن معاذ لم يولد له قط، يعني مفيش حد اتخلق شبهه في الجمال ولا في حلاوة الروح. أسلم وهو شاب، لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه الإسلام، بل هو ذهب مع وفد اللي بايع النبي في بيعة العقبة الثانية بعد أن شرح الله صدره للإسلام، بعد ما سمع عن الإسلام من سيدنا مصعب بن عمير. سيدنا مصعب بن عمير اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت، كان من ضمن الناس اللي في المدينة اللي تأثرت بسيدنا مصعب وأسلمت على إيديه. كان جندي، كان شجاع، كان قاضي، كان حكيم، كان وفي للرسول صلى الله عليه وسلم. والأجمل من كده إنه كان حسن المظهر، كان سمح جميل، من أفضل شباب الخزرج. كان طويل حسن الشعر، كان بشرته بيضة، كان بيهتم جدا بمظهره وبمنظره، وكان بيفضل على شباب قوم. كان مكانة سيدنا معاذ عند النبي عظيمة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا معاذ: يا معاذ والله إني لأحبك. فيقول له سيدنا معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لأحبك. من الوصايا اللي وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ، قال له: يا معاذ أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث. يا معاذ اذكر الله عند كل حجر وشجر، وأحدث بعد كل ذنب توبة. أوصيك يا معاذ لا تدعن الدبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: أعلم أمتي بالحلال والحرام هو سيدنا معاذ بن جبل. والرسول برضو قال: خذوا القرآن من أربعة: ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وحذيفة. سيدنا معاذ انشغل بالتعلم من النبي حتى أصبح قاضيا جريئا وسفيرا ذكيا. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدر وأحد والخندق. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا معاذ بن جبل كسفير عنه في عام 9 هجريا. بعثوا اليمن ليعلم أهلها ويفقههم الإسلام والدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم حب يختبره وهو ماشي، فقال له: بما تحكم فيهم يا معاذ؟ فسيدنا معاذ يقول له: أحكم بكتاب الله ثم بسنة نبيه، فإن لم أجد أجتهد ولا أقصر. النبي صلى الله عليه وسلم فرح بالإجابة الجامعة المانعة اللي قالها سيدنا معاذ. في رحلة الخروج الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كلمات لسيدنا معاذ مودعا إياه وداعا، أحس منه أنه الوداع النهائي. فالرسول صلى الله عليه وسلم ماشي تحت الراحلة بتاعت سيدنا معاذ، وسيدنا معاذ راكب على الراحلة، فيقول له: يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا، ولعلك تمر بمسجدي وقبري. فيبكي سيدنا معاذ بن جبل حزنا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له الرسول: لا تبكي يا معاذ، إن البكاء من الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم ودعه ودعا له، فقال له: حفظك الله من بين يديك ومن خلفك، ودرأ عنك شر الجن والإنس. سيدنا معاذ كان فقيه جدا، كان بينصح الناس في جميع المجالس، في جميع المساجد، في الطرقات، وهو ماشي، وهو أي مكان بينزل فيه لازم بينصح الناس. كان أحد 4 من الأنصار ساهموا في جمع القرآن الكريم. كان معلم في أهل بيته، كان دايما يقول لابنه: يا بني إذا صليت صلاة فصل صلاة مودع، لا تظن أنك تعود إليها أبدا. واعلم أن المؤمن يموت بين حسنتين: حسنة قدمها وحسنة أخرها.
مشهد وفاة سيدنا معاذ بن جبل. كان سيدنا معاذ بن جبل في الشام في عهد سيدنا عمر الفاروق، وكان والي عليها سيدنا أبو عبيدة بن الجراح. تفشى مرض الطاعون في البلاد اللي كان فيها سيدنا معاذ وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح، فأصيب سيدنا أبو عبيدة بهذا المرض الخبيث في هذا الوقت، فيموت سيدنا أبو عبيدة، فيرسل سيدنا عمر بن الخطاب ليولي معاذ بن جبل واليا عليها حتى داهمه الطاعون هو الآخر. فكان في مشهد موته كان يغمى عليه ويفيق وهو بيقول: اخنق خنقك فوعزتك إني لأحبك. بيكلم رب العزة عز وجل. يعني احنا نتخيل لو واحد فينا مريض أو تعبان، بدل ما يقول ليه يا رب عملت فيا كده، طب ليه يا رب أنا اللي أمرض، طب ما الناس كلها موجودة اشمعنى أنا، لا، سيدنا معاذ كان بيقول: اخنق خنقك فوعزتك إني لأحبك. اشتد عليه المرض، فكان بيروح في غيبوبة طويلة، كان يغمى عليه ويفيق، وفي آخر مرضه خالص كان يردد بصوت خافت يقول: مرحبا بالموت حبيب جاء بعد شوق. توفى في 18 هجريا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. كانت قصة حياته مليئة بالمتاعب، مليئة بالأشياء الجميلة اللي تشفع له يوم القيامة، واللي تخلينا إحنا كشباب نحاول نتعلم منه. فسلام على معاذ في الأولين، عاش عالما فقيها ومات مجاهدا صابرا. دي كانت قصة حياة سيدنا معاذ بن جبل، واللي هيبقى لينا فيها وقفات على بعض الأحداث وبعض الأشياء اللي فيها، لكن بعد الفاصل خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة علشان بلدنا، معاكم خالد حسنين وبرنامج شباب حول الرسول. كنا اتكلمنا عن قصة العالم الجليل القاضي الحكيم سيدنا معاذ بن جبل، وقلنا إن احنا هنتكلم عن الوصايا العملية اللي طلعنا بيها من قصة سيدنا معاذ. ممكن نتعلم منه إيه؟ احنا نقدر نتعلم منه مثلا الشياكة والاهتمام بالمظهر، فكان سيدنا معاذ من أفضل الصحابة في المظهر وفي الهيئة. ممكن نتعلم منه الإيجابية، لأن الإيجابية كانت ظاهرة في قصة حياته بوضوح. والدليل على كده انه ما استناش الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يعرض عليه الاسلام، بل كان هو مبادر للسبق في الخير مع سيدنا مصعب بن عمير. انه تقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وخصوصا ان كان الرسول اخى بينه وبين سيدنا جعفر بن ابي طالب، وقدر بالتقرب ده انه ينهل من علم الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون افضل قاضي وافقه فقيه في عصره. لسه في كتير جدا في قصة حياته، لكن هنستنى منكم الدروس العملية المستفادة. ابعتوا لنا على صفحة البرنامج أو على جروب البرنامج، جروب برنامج شباب حول الرسول، وكذلك جروب إذاعة علشان بلدنا. لهنا أعزائي المستمعين نقدر نقول إن انتهت حلقتنا مع الشاب الصحابي معاذ بن جبل، وعلى موعد مع حلقة جديدة وشخصية جديدة من برنامج شباب حول الرسول. كان معاكم من إذاعة علشان بلدنا خالد حسنين، والسلام عليكم.